أصدرت شركة بيبسي في الساعات الأخيرة الحملة الدعائية المنتظرة الجديدة ليها على مستوى العالم العربي، بإعلان جمع عدد كبير من نجوم العرب أمثال محمد صلاح، عمرو دياب، نوال الزغبي، أحمد السقا، كريم محمود عبد العزيز، ولاعب الكرة العالمي روبرتو كارلوس. بس روش قوي اللون الجديد ده. علي علي ده عمرو دياب. الله الله عالجمال، الله الله عالدلال. الإعلان كان عليه صدى كبير وردود أفعال واسعة، خصوصا بعد حملات المقاطعة اللي بتواجهها شركة بيبسي الفترة الحالية بسبب أحداث غزة، واللي أدت إلى تراجع عائدات الشركة لأكثر من 50%. الهجوم طال جميع الفنانين اللي شاركوا بالإعلان وحتى عمرو دياب، واللي بدأت ردود الفعل من الجمهور واللي بتطالب بمقاطعة أعمال الهضبة الجديدة، وإن المفروض عمرو دياب ما كانش يعمل الإعلان من الأساس. والغريب في الأمر إنه إلى الآن عمرو دياب ما نشرش الإعلان على صفحته، وكذلك الأمر بالنسبة لمحمد صلاح، وده أعتقد إنه بسبب إنهم قلقانين من الكومنتات وردود فعل الجمهور، واللي اعتبرها الخطوة ديت سقطة في تاريخ عمرو دياب الطويل، واللي مليان بالنجاحات ومليان بإعلانات لشركة بيبسي بالأخص. الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، واللي برضه معلقش على أغنية الإعلان على صفحته. وانتوا كمان يلا قولولي رأيكم في الكومنتات في تصرف عمرو دياب، هل كان لازم يعمل الإعلان ولا يكون صاحب موقف مؤثر ويشجع جمهوره على المقاطعة أكثر وأكثر؟